فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: كتاب الجنائز. كتاب الجنائز. جنائز جمع جنازة، وجنازة شم نزموت يسب جنازة. وغالبا أسلاما انت لا خوينو جنازة دبهال، أما كافر تخوينو جثة بهال خيل وجنازة وينك بهال خيلي. ولكن أبزحي تركب جنازة خبهال كله نسلاما يتصوا عايز نجرزين. و أزي أمتى أتونا كبرات أحوات أبزيت الرفق عزو مزراب سخاء موتي موت ديت الرف نجريو عبي أيبل نشتي أيبل سبتي أيبل سبعي أيبل كل السبك موتي. رب سبحانه وتعالى يبر أبكبر قرآنه: إنك ميت وإنهم ميتون. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تمزو لعلو زبلتو حدا كبارتنا رب العالمين سبحانه وتعالى خيرهم زركبوا رب سبحانه وتعالى يلوم: إنك ميت كتموتوا يخم وإنهم ميتون كموتوا يوم. وفعلا لما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أتام موت رب سبحانه وتعالى خاتب لهم ميتهم. أبكبر القرآن ما ربي بل كل نفس ذائقة الموت. إذن موت زي ترف نقري بيستفهل علينا قر سبك موت خيل بحمام بحدقاء بتقيت بيستفهل علينا قر، لكن في النهاية موت بهال موت بهال. وزموت زي نسلماي ترى يكونن سلاماي ندي اسلامايون يرخبوا اي ربي بلا كبر القرآن: كل نفس ذائقة الموت إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. يعني انت لا سكياس معكم كونوا بموت كون ساتهم سكياس معهم بموت. صلاتنا يسلمنا. ولكن بدحري موت زلو ايو دشقرن افشعلان زأت وكان، لأنه بدحري موت إما نستخاف من الصالحين يخا الله يجعلنا وإياكم منهم، أو لما نسأل الله العافية والسلامة حدا خابتهم ضالين كونوا ركب. ولذلك رب سبحانه وتعالى لتمدمتوا سبات أبسلست مغيلوهم يبر كبر قويتا: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم زي مقدمة قالهم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. سالساي درجة والعياذ بالله صلاتنا يسلمنا برب زكحلو كاب حقينا يا رب العالمين زوطوا. وأما إن كان من الضالين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. نزل مقاشا مقبل بالعي نزل بهال، ولكن بمخمي يقبل زي كافر زي تقبلوا ملائكة. فنزل من حميم. حميم وعي ماي شرشر دبله والعياذ بالله معناته ولا رزقه. إذن زيوتي
بموت بدحر موت زركب نقرات أسلامي يموت وموتهم كله بخمي يركا تكارجو ويبخمي يركا تفانوه دين الإسلام نسلامي بهوة بموتون كبر مخانو أفلتنا ولذلك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كل أقباب أسلامي مسموتي كما يقرناهم نحسبو كما يقرناهم نكفنو كما يقرناهم نسجدولو كما يقرناهم نقبرو فاليوم أطبقهم أبرهم النائم صلى الله عليه وآله وسلم سلازي نهلك حاد خفتم علماء ابن حجر العسقلاني أبز كتاب زي حاد حمسة حديث زخون بزعبان ناي جنائز أحكام الجنائز تفعل عليه حكم الجنائز كذكر لنا إيوم قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات يعني الموت أبز حديث زي يقولنا سيدنا محمد ببزحي موت ذكروا ببزحي موت ذكروا نمنتاي لأنه نتي ملذاتنا الدنيا تفوتوا نقرنا الدنيا كبر بزر حقا نعوس لدى تفق ولذلك موت ذكر كل شع ناب ربي قرب خيوني خات رخبو موت زي ذكر لكن موت زر السع كل شع أب حماق ترخبو أب ظلمي أب حرام مبلع أب حماق مقبار نسأل الله العافية والسلام أبكال حديث إلهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ليه؟ فإنها تذكر الآخرة لذلك تخي إلكا كابجيزيخا أو ورحي مقابر كتزاير أو ورحي حنساب تورحي حنساب نعاها تصبعي نمنتاي آخرة يذكرك حالي خفتي منازل أنا آخرة قبري يعني آخرة يوم القيامة درجات اللو بمنتاي الجمر بموت ولذلك يقول العلماء إذا مات العبد قامت قيامته ولذلك يوم القيامة بكل تمغيلهم قيامة الصغرى بموت لهم والقيامة الكبرى يعني يوم القيامة كل سنة الساعة سلازي القيامة الكبرى في تسع بري مجمل يأخذ لسبب موت طبعا ونفخ في السور فصعق من في السماوات موت كلهم ثم نفخ فيه أخرى فإذا بقيام ينظر إحنا تمجر استحزنا لأن الساعة أهم أيوة ما في شك دخول علامات ندعو لنا علامات يوم القيامة لذلك يقول العلماء علامات يوم القيامة الصغرى درجة كل ترائي تاي تعرف له الكبرى وحاجة حاجة ما الصغرى استرف له ولكن مبزحته إن شاء الله جزيت رخبنا زعبا حديث الفتن كنزار بنا إن شاء الله إذن حاجة خفت درجاتنا يوم القيامة موتي ولسه من حرميته قامت قيامته بلها نعم الله يجعلنا الله يحسن لنا ولكم الختام نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام وأن لا يتوفانا سبحانه إلا وهو راض عنا غير غضبان نعم زي حال عزيز رخبو إسلامي حال برتع حالي في بعض الأحاديث لهم أن الموت أشد من 300 ضربة بالسيف نسأل الله العافية والسلامة
موت كله ودسب دسمعوا قنزة أشد من 300 ضربة بالسيف كاب 300 بالسيف موقع زيادة حمم لهم ولذلك حتى الزقان زازي تسمعوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كاب سيدنا محمد زبلتو سبي اللون أبدا ولذلك ما تلوخ له معلتي انت يا ابن يرم لا إله إلا الله إن للموت لسكرات قطر قنزة وتقوم نيرو كوبايا ما يدلو إيدهم أفت كوباياتهم رؤسهم قصمن يدرزون يرم عليه الصلاة والسلام نبلوا لا إله إلا الله إن للموت لسكرات الله يحسن لنا ولكم الختم الله المستعان إذا كان سيدنا محمد كم جيلهم زحلفوا ولا إحنا هم يكخوني وضعناه إذن كم زع مسألة نقرات بيننا له تحس كاها تقرب كم يقرك صلاة الفجر تحلف كم يقرك حرام تبلع كم يقرك مسدخان مسحوات كانت تبأس كم يقرك حرام دار آخر حرام تسمع حرام ترئي ما يقولوا دس بلك ما يقولوا يعني كدقس تخيل ونسغات بيكا يدلو موت بيكا له منكر ونكير حتى خايم من ربك ما دينك من نبيك لأن ثلاث زيات حتتات نقيرمنا عليه الصلاة والسلام هل كنت من الاستخيل كابراهام ساعتها من لسان تخيل نعم دحر داني بالدنيا خلخا يعني نعاءن سريحك نعاءن وإلا لا يتسجد ولا يتصوم والله أنا قال مني صراحة قال لي سباتسي نسأل الله لنا ولهم الهداية قبل يومين قال حوات كوفيلا نيري يبلني يا أخي بزعبان الزنا ومنزرنا يا ريت الزارب ليش ليه إلو قال حوات للأسف الشديد أب رمضان مصدق نسيه وطيئهم حرام قبره إنا لله وإنا إليه راجعون في رمضان نعم في رمضان أب رمضان سي تبدو عاقبر ناب رب قرب مغفرة حتت وجاءتهم حماق قبره نعم سببه انتايزي ضعف الإيمان لأن جاءتهم لم كل تسبات يوم يعني قال سيتم السبعين حماق قبروا برمضان إيمانهم ضعيف بالله واليوم الآخر وإلا إيمان قوة تخون نموتنا حتى النار رب العالمين زبلت أشمي اليوم تتخون أبزغ ننزل أي بودقون ولذلك إلهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ما يمكن أبدا إيمان كل وصي حماق قبر يكئلني لهم كم يقولوا غنالك أي بدن نستغاب شعلان لك تاخذ لني ملك الموت كم يقولوا من لس بدحر موت دمال لوخ توتسك لها كاب قبري بدحر يدوم مال لوخ ندين قرات يوم القيامة أزيتات كل شيء كم يقولك تحلف وتخيل إذن يا أحوات كتاب الجنائز حزنا لنا نابزن خنقاتو موت نذكر لنا مود ما تذكر كلها بدحر يدوم ما خندين قرات قال له سلازي مزهاخر قون ذكر لنا ابن حجر أكثر ذكر هذه اللذات يعني الموت له وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به فان كان لابد متمنيا فليقول اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاه خيرا لي متفق عليه. نعم قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. نعم إذي يرد أن بزعبان يموت أسبابه بزحس كمخانو
حدا خافت السبب من الموت حمامي حمام انت لا ود سمت ايوه ويضرر ترى توانيفو حمام بنفسه يخون حمام بلبه يخون بجنقات يخون بدخنات يخون باستفراليسي اي فقدوني شرعا كمنه موت اي فقدوني شرعا كمنه موت يقول سيدنا محمد عليه الصلاه ولذلك لهم عليه الصلاه والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله خيركم من طال عمره وحسن عمله لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به إذا أنت يرداك أسلماي كمني يبلون موت انتهي إذا قبر الله صبري بصبره حلف الله حدا نقرت لا تقانفوه الحمد لله إلو بصبري يحلفوه نمتاي ازي صبري نجزا رسو عباده سلازخونه ولكن ازيتي زبلت درجه جن انتدأ امانه خوينوه وقديته خوينوه موت كمنه يقولون لكن ازود عازي يبل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي انتدأ أن بابرا نخنبر خير انت لا أخوينو نعي النابرني وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي منتدأ تموت خير انت لا أخوينو نعي كاني توفني إلك دعاء مكبار ولذلك قال لي سبات رب سبحانه وتعالى بنافستهم كله يوسدهم وزياتهم الموت خير لهم نغنابرو بصلاحهم بإيمانهم بتقواهم رب سبحانه وتعالى يوسدهم تتنابرو مهلكو أبكندي معصية أبكندي فساد مودعو لمتى بدحري أم لمتى فساد كسكم وصل لي كولو إذن زياتهم أخير لهم نخموتو فرب سبحانه وتعالى أرواحهم وزدهم قال يوم لما سبات حج انت دا أمويتم نجهنم كأتو خولو يوم لمنتهي لأنه جينا أعمال صالحة أي أكبون وناب رب سبحانه وتعالى زقرب سراح جينا أي يقربون سلازي عمرهم ينوحون ما أنتن رب سبحانه وتعالى فرصة نخوهبهم ولذلك كل ما عمرها نويحو كل ما عملك بزيحو نسخا إذن كابتم زفتهم رب سباتخا من هنا يبلو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير سلازي انت لقى يعني حالة خب حبرة السبكاء نشتي انت لقى بنشتو انت لقى أميتو أي تقو هاي واي بنو اشتو أميتو بنو اشتو أميتو لك أي تبكي لأنه زي نعو خيريو نعو خيريو ولا دي خادم ماني رب سبحانه وتعالى تصنيحهم 8 عامت 9 عامت 9 حمشتن 100 ترى بطيحهم أي تدهيق أي تمنى لهم موت لأن رب سبحانه وتعالى أصنحهم زي ما أنتن حسناتهم كبزح وذنبتهم دماني كوحد سلازي إذن أي قبؤوني أي فقدوني إسلامي موت كمنه تشجيريلو ولذلك قال تسمع عزنا قرزي كاب حبرة سب وهي أنا سي موت يحشني يبل هذا غلط موت بخاتو واني في النبل تبل وان ستيتن تشجيرا زخا غلط أسلامي موت هاي من نيني تايدا بصبرن بتعقستن يحلفون نبل نعم وعن هريرة رضي الله تعالى
بعرق الجبين رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. نعم، والحديث صحيح. قال الإمام الحافظ أو عن هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. المؤمن يموت بعرق الجبين. تعمل تيجي حديث زي أن أسلاميك موت كله دارها تسيد موت دارها تسي يموت ويبقى تريو رهت هتا يلوت كابقصو وبالذات أبقنبارو. إذا لهم علماء حدا خافتي ملكت مؤمن بمخانو زرئي وزت رايد ما نسأل الله من فضله نسأل الله من فضله. زت رايد ما يكون علامة حسن الخاتمة بزحيو حدا خافتي علامة حسن الخاتمة برهات دارها تموت. ولذلك أسلامي تاريخه قرهص أموتو فلت إستبزي من الصالحين بمخانو وربي حسن الخاتمة يوسدوهم دلو. قال أي أب يوم الجمعة ممات بوقحتا بالحيث صحيز عربة له خسع قد مبراءة كاب مبراءة كسع قد معرابة أبزو تازي أبزي زي زين تدعى مويتو حدا خاب حسن الخاتمة خم مخانو. نسأل الله من فضله. سالساي أب حدا عبادة ممات عبادة لا بركة إما داس جركا أب سجود ويبركوا أمهم بصلاة كلها ويتأمكا خلها وين ده حججك إذا خا حدا خفت علامة من حسن الخاتمة. رأي رب سبحانه وتعالى مسؤول كل خان دا ذكر كيوم كوز دكان والعياذ بالله دا تصاته عصم موتو زنا من زرنا دا قبرو موتو مستن دا ستيو موتو حرام دا بلعوز موتو درفي نربي دا تصدل كاب ربي دا رحق دا سمعو موتو. إذا من علامات إيش؟ سوء الخاتمة. نسأل الله العافية والسلامة. إذن حسن الخاتمة له وسوء الخاتمة له. وحسن الخاتمة وسوء الخاتمة غالبا سببه طهارة القلب. قلبنا ودي سب وجده طاهر تخينه رب سبحانه وتعالى يختم له بخير. قلبه دمان حرداني رسح تخينه يخشى عليه بحماء رب سبحانه وتعالى كختم له بالرح. ولذلك سمعك لك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله العافية والسلام. والعكس بالعكس: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فزيتات سببه خاصة أتي عمل الجنة تقبر زنبالة في النهاية جهنم زأته سببه لم طهارة القلب طهارة الباطن. نعم. إذن إلك المؤمن يموت بعرق الجبين بعرق الجبين. كمؤمن من علامات حسن الخاتمة النور في الوجه. نور في الوجه تري لك ربي بلا بكبر القرآن بزعمنا شهداء والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم شهيد تريو قطو لمبا مثل بق بس بله نور تريو ملائكة مثل بوتاتنا ملائكة ريوم لكن ملائكة طبوات لزخونو نتي صبونا قرد ما ملائكة خوينو معك ملائكة خوينو تبل. فإذا والشهداء لهم أجرهم ونورهم. وأيضا هذا خبتي علامات حسن الخاتمة لما
تريو في الشيخ يلو سحق ناس حق يزموت دليل على ايش؟ على حسن الخاتمة. معناته ملائكة الرحمة رئوا، ولذلك تحقسوا ويحد بالشرات رب سبحانه وتعالى بشروه في هذه اللحظات أبزؤ وانزي مشيلوا رب سبحانه وتعالى أبكبوا القرآن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم معاشد بهالزربازي شعاع تموت اللؤوان. الله يجعلنا وإياكم ممن نبشر بهذه البشارة. اللهم اجعلنا يا الله ممن نبشر بهذه البشارة. ملائكة يخبر دلوخلوا معلتي يبشرون من نتم مؤمنين دخلوا يبشرهم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ولذلك إلهم عليه الصلاة والسلام لا يموت المؤمن حتى يرى رؤيا أو ترى له، حتى يرى رؤيا أو ترى له. فإذا ما رؤيا له لا رؤيا ولا هذا يبشر في هذه اللحظة. متلو له معلتي رب سبحانه وتعالى بالشروع بملائكة. إذن نزيتات سمعوا كله بالشرع أبشروا بالجنة خبهانوا كله يحقوس يبتسم. ده ابتسم كله في الشيخ ده كله في الشيختان دمتهم كله تروحوا تخيد. إذن في الشيخ لهم كله خاط وغورون السخاء. وعلامات حسن الخاتمة على كل حال بزوحيو قال يسبال له يبكي، قال يسبال له تريو مسموته قحي بالعينو ميتون كله. على زي الزانان يا ربزي مسجد العليا في سبيل الله إذن بدي مهيا بدي غنزب ونسو أساسا تمهرتو مهندسي كاب سروحون داقوي مت نمسجد ونتأذنا يلمونو بجاها كإذن أكن داخا فيفقد له يإذن نيرو حجيز ما تقول له معلتي أوان أبتا أوان ناي أذان ده حسبهم كله حسباي قحيلو. أي والله ما ينقل نعي أتي إمام مسجد ومزين ما نقرأ تحسباي ده حسبنا كلنا سبعي قحيلو لك. لكن تحسباي لبام سلزنا بري فيزي كرامة من كرامات الله لهذا الرجل. كرامة لزخونة ترديوه واحد بله مس أذان عينون دقنا عمتو لحلو محتساب قتيل مالتي. إذن يرئي سبحانه وتعالى بزوح علامات نزمنا. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. اعملوا يا جماعة، اعملوا العمل الصالح، ما ندري بماذا يختم لنا، الله المستعان. المهم وقال سباد ما مش كله خاني رب سبحانه وتعالى خبز كله درجات كله عقبات يحلفهم مش قبر كام بعد السنة بعد سنتين 20 سنة متيكا نتقبرهم حفتبله كم شعة از قبر كام تكون كاترهبهم.